اما ديجا وليد قراهم بل ما يسافروا الكوت ديفوار قال لهم راهو ماناش كاس العالم هذه الكاس الافريقيه اللي حاضر باش يحط ساقه وباش يبل المريول وباش يفرح الشعب المغربي مرحبا به، واللي ماهوش حاضر باش يكون في الافريق خاطر افريقيا ماهيش كاس العالم. أسعد، وأنت كنت طبعا مقيم في المغرب، دربت في المغرب، وتجربة كانت ناجحة أكيد. تتابع في هذه المسيرة المتميزة لمنتخب المغرب. هذا المنتخب المغربي عنده مدرب كبير وليد ركراكي. أنا لعبت ضده مباراة واحدة الرجاء ضد الوداد، عملنا 1-1 وقعدنا نحكيو مع بعضنا بعداش. وليد يمن بالإمكانيات الجماعية متاع الفريق، وليد يحاول من الإمكانيات الفردية يخرج منهم لو ماكسيموم. أما قوة المدرب نتاعهم وقوة المنتخب المغربي هي العقلية، عقلية الملاعبية. اليوم نجم نقول لك المنتخب المغربي رغم اللي عمل كاس عالم كبيرة ياسر وماشي لإفريقيا، أما ديجا وليد قراهم بل ما يسافروا الكوت ديفوار قال لهم راهو ماناش كاس العالم هذه الكاس الافريقيه اللي حاضر باش يحط ساقه وباش يبل المريول وباش يفرح الشعب المغربي مرحبا به، واللي ماهوش حاضر باش يكون في الافريق خاطر افريقيا ماهيش كاس العالم. وشفنا البارح، شفنا المغرب البارح في اللي كيفاش يعني جل لي ربحوهم. شفنا البارح المغرب وقت اللي تتفك الكرة 10 من الناس التالي والناس الكل تدافع مع بعضها. لكن شفنا قوة المغرب في تبديل اللاعبين، لما تبدل 3 ملاعبية مرة واحدة تدخلهم ما تشوفش الفريق قعد في وقت اللي باش يعاود يرجع للعب، وقتها زاد قواه وزاد يعني هاجم أكثر القدام. الحاجة الوحيدة المنتخب المغربي ما يعرفش يلعب البلوك با، يخلي الملاعبية نتاعو الفوق ويحاول كما عمل في كاس العالم ضد اسبانيا وضد البرتغال، يخلي المنافس ما يخرجش الكره في راحه، ويحاول عندهم مهاجمين، عندهم لاعبين. ما تنساش المدافع الايمن يلعب في الباريس سان جيرمان، المدافع الايسر المضروب يلعب في البايرن ميونخ، يعني جل اللاعبين يعني في فرق كبار. كابتن عادل، تعليق على اللي قاله كابتن الأسعد، وانت تعرف ظروف المدرب وانتم ما شاء الله اكثر مني في فلسفه التحليل الكروي. من النقط المهمه انه وليد الركراكي في تعامله مع هذه الاسماء، مثلا في مباراه الامس هناك لاعب اسمه محمد الشيبي، هذا يلعب في الجيش، قبله اليوم في بيراميدز، اعطاه ثقه على اساس انه اساسي غير ايسر. طبعا هو يلعب في مراكز مختلفه، حتى ظهير ايمن يوظفه بالطريقه، والبارح اعطاه ربما ثقه كما اعطاها العبد الصمد الزلزولي. هذه مؤشرات بانه الرجل حتى بالنسبه المزراوي ابعث فريق خاص وطبيب لالمانيا في الاليانز يوقفوا على اخر تحذيرات الرجل، وقال حتى لو ما شاركش يشارك معنويا لانه لاعب مؤثر. الجانب السيكولوجي مهم. الحاجه اللي ربما وليد يتمتع بها اكثر من جلال هنا في تونس، وانه في المغرب رغم ان البطوله قويه ما فما حتى فريق باش يفرض على وليد باش يهز اللاعب من الرجاء ولا باش يهز اللاعب من الجيش ولا باش يهز اللاعب من الوداد. وليد قوي ياسر، اللي يقول لك اللي ملاعبي اللي ما يلعبش في نيفو عالي ما عندوش مكان في المنتخب. لكن هنا كابتن عنده الاختيارات. هنا المدرب المنتخب المغربي عنده برشا اختيارات. احنا عندنا برشا لاعبيه تلعب في نيفو عالي وعالي جدا. حتى احنا عندنا الاختيارات. اكيد عندنا اختيارات، لكن عندنا العيدوني يلعب في اونيون برلين، جمعتين التالي يلعب ضد ريال مدريد. عندنا صخيري اللي يلعب في فرانكفورت، ربما كان كابتن بارابور معناها الملاعبيه نتاع المنتخب المغربي. كي تشوف الزلزولي وتشوف وناحي وتشوف المرابط، معناها الناس تلعب في نيفو عالي وعالي جدا. احنا المشكله الوحيده اللي عندنا في تونس الكلنا في بالنا فما 5 جمعيات في العالم، في بالنا اللي ما يلعبش في ريال وبرشلونه والبايرن والمانشستر والسيتي ماهوش ملاعبي، ما نجموش كلنا نلعبوا في الجمعيات هذو. خليني كابتن ما نجموش. مرابط مشى لمانشستر ما لعبش صحيح. وعانى الامرين.
ما فماش 5 جمعيات في العالم. راهو وافقك تلعب في كابتن. فرانكفورت، اسمعني، كي تلعب في فرانكفورت باش تتفرج في مباراه نتاع فرانكفورت ممتازه اكيد. يلزمك تقص تذكره الملعب قبل بسنه. صحيح. راي فرانكفورت السنه الفارطه واللي قبلها هزت الايرو ليج. احنا نصغروا في الجمعيات الكل، احنا الكبار وما عدى 5 جمعيات وكلنا صغار. باش نوافقك يا كابتن، سامحني باش نوافقش نكمل في كلامك، خاطر صحيح المنتخب المغربي عنده فرديات، لكن المجموعه قوه المجموعه نتاعو، لكن تجيب انت فريق كله تكنيسيان، كل الناس الكل تعرف تلعب والناس الكل كذا، لكن هنا المدرب هنا وشنو كيفاش يوظف المجموعه نتاعو. التوظيف نتاع المجموعه اكيد. يلا ماشي. اضافه اخيره، تكلمتوا على ستاف تكنيك، بالنسبه للوليد مين معاه؟ رشيد بن محمود، تجربه، لاعب بحضور، حتى مع في الوداد، مع في الوداد. اندهل من الغريب امزين، هذا واحد من الاسماء المؤثره ولاعب كان بحضور كبير. اذا هون منظومه، يعني فريق متكون، كل مدرب حتى وليد لما يتراجع نفسيا يتيح الفرصه للمدرب الاخر باش يتواصل مع اللاعبين. احنا في تونس لا، احنا في تونس الممرن يجي ويلقى ستاف كامل. ما تنجمش اليوم كمدرب ما تنجمش اليوم المنتخب المغربي الحقيقه اليوم مع الرجال. اسمعني دقيقه ثابت، ما تنجمش اليوم كمدرب تدخل المنتخب وتلقى موجود ستاف يقول لك اخدم معاه، ولا باش يدرب في جمعيه يقول لك اجا انت وحدك وانا حاطينك احنا لي زاد جوان. اليوم راه في كره القدم العصريه المدرب اللي ما يجيبش ستاف معاه راهو ضعيف شخصيا. في نهايه الامر المنتخب التونسي في السنوات الاخرى كل مره يرجعنا بخيبه امل، وكل مره قعدنا عايشين في البرج العاجي، ما رجعناش للمستوى اللي نحبوه. عاد توا في وقت من الاوقات ولينا نحكيو ترشحنا كاس العالم اكثر مره، يلزمنا زاد المره تو الجايه نبداو نخموا على كاس العالم دوزيام تور. علاش؟ من حقنا باش نحكيو عليه هذاك، خاصه بعد المغرب ما عطاتنا درس انه وصلت لدور نصف نهائي في كاس العالم. معناتها بالحق احنا كتوانسه نتمنى ونقول شنو ينقصنا، شنو ينقصنا عاد. واضح هذا سؤال اللي يطرحه الناصر البدوي، يعني طبيعي جدا ومعقول، لكن خلينا نحطوا زاد الامور في اطارها. منتصر، هل تعتقد أن طموحاتنا اليوم كتوانسة أكثر من موقعنا وأكثر من إمكانياتنا ووضعنا الرياضي ككل؟ هي في المنتخب معناها اوبجيكتيف اون فونكسيون من اللي انتش عندك، معناها تحط تقول ها هذا الاوبجيكتيف نتاعي وشنو لي مويان اللي نحطهم باش نخلط الاوبجيكتيف هذاك. تحب نحكيو على الاوبجيكتيف وين باش توصل ولا دومي فينال، عادي نجم توصل دومي فينال. ولا شفنا معناها في ليزيديسيون اللي قبل زامبيا هزت كوب دافريك مثلا، زامبيا ما كانش عندها فريق كبير باش تهز كوب دافريك. عملنا بوركينا فاسو، عملنا دي دومي فينال، كنا قراب باش نمشيو فينال ونهزوا تيتر. معناها افوار دو لومبيسيون ليها، اما المشكله اللي كل ما لي زاتونت يبداو كبار كل ما ديسيبسيون تبدا كبيره. العباد قبل الكوب دافريك معناها كانت فما دي زاتونت على المنتخب، كان لعبنا ماتش الاول مع مالي خسرنا، ما تكونش الرياكسيون هكا معناها في مخاخ الناس. معناها تقول لي انت سي فري فماش ماتش ساهل في الكوره، وبالنسبه لي طار فني وملاعبيه اللغه هذه ما نحكيوهاش، مي في مخ الناس معناها ماتش من ناميبيا 3 بوان، الناس تحكي على مالي وعلى افريق دو سود، ماناش نحكيو على ناميبيا 3 بوان ومن بعد نحكي. الناس تحكي تقول لك حتى في اخي بالحالات مربح معناها خسرنا مع مالي باش نتعداو لي ميور تروازيام يتعداو، معناها حتى واحد ما كان يتصور اللي باش نخسروا مع ناميبيا معنا في الماتش هذا. انت البارح قلت المقابله 0-0 قلت كنا ناخذوا 3 بوان نجموا نتعداو ميور تروازيام، قلت لو حتى ميور تروازيام مش مضمونه كان نربحوا خاطر فما دي لانه فما برشا ماتشات فما حاجات معناها البارح اللي صاروا في الماتش اللي قلقوا. معناها انا تفرجنا في الماتش في اللايف وبعد كي عاودت شفت اليوم الماتش ولا الاستاد فما حاجات مش مقبولين. معناها ما نجمش انا منتخب ناميبي مثلا يلعب معانا يعمل لنا 14 تير بار اكزومبل، معناها ماهيش ايكيب باش تعمل لك 14 تير، ماهيش ايكيب باش تجيب لك 5-6 اوكازيونات، ما تنجمش ناميبي. بالمغربي ناخذوا اهم حاجه واهم شيء معناتها باش تلقى روحك حاضر الكومبيتيسيون ولا في باركور نتاع كاليفيكاسيون ولا حاجه. شوفوا الاستمراريه نتاع المنتخب المغربي بريسك بنسبه 70-80% الجروب هو بيدو، كيف معناتها المدرب اللي قاعد متواصل معاهم، اداره نتاع الجامعه نتاعهم وفرت لهم كل شيء ومخلين لي زاكوتي الكل كو مع الميديا وكل شيء مشاكل وكل شيء اكوتي، خليوا لي جوار كونسونتري خليهم في السيرتيران. المنتخب المغربي تنجم تقول ربح باخف الاضرار، تحس معناتها ليكيب واقفه، تحس ليكيب مركزه، كل جوار يعرف شنو يعمل شنو ما يعملش، ليكيب
عرفت لي 90 دقيقه كانت تنجم اتو مومون تنجم تسجل. الفلويديتي اللي كانت مفقوده في المنتخبات الاخرى لقيناها في صحيح. هل هذا حكيت على انه ثم كونتينيتي بارابور لكاس العالم؟ بالله 11 الاساسي اللي بداو هم 11 موجودين في كاس العالم معناتها في قطر. هاني قلت لك معناتها تشوف انت مثلا تشوف الزلزولي سجل في كاس العالم، لقيناه البارح تيتولير، لقينا معناتها التالي سايس وبالجارديان حكيمي على اليسار وكل شيء، الناس كل موجوده، الباز نتاعهم موجود، الكل موجود، فوالا موجودين الكل حاضرين. انا قلت لك معناتها فما ناس واقفه سوتيران تعرف شنو تعمل شنو ما تعملش. والحاجه باهي اللي موجوده في المنتخب المغربي اللي ناس تعرف لو مومون فور نتاعها تستغلها، كيف معناتها زاد نشوفوا الفرق بين المنتخب المغربي والمنتخب الجزائري، اللي نشوفوا النجم الاولاني نتاع المنتخب المغربي حكيم زياش اللي عدى مقابله كبيره، ونشوفوا الفرق في المنتخب الجزائري لرياض محرز اللي كان هو الحلقه الضعيفه في المقابله اللي فاتت. ما نحكيش معناتها على محرز ككاليتي وكجوار. اي دونك ولكن زاد نحب نسالك زاد على حكيت على محرز، من هنا زاد البلالي والعوده اونكور اون فوا من بعيد نتاع البلالي، عاد مباراه ممتازه دو موان الميتون وشطر الميتون الثاني. انت تعرف الملاعب هذايا يوسف البلالي اللي عاود اونكور اون فوا رجع من بعيد وشفنا الروندمون تاعو معناتها تالون بور. معناتها قلت لك البلالي ديجا هو اللي كاليتي نتاعو سورتو عنده الاكسبيريونس في الافريك. البلالي من نوعيه الجوارات اللي لونترونور عاطي فيهم ثقه كبيره، عنده اوتوماتيزم كبيره مع بونجاح. كيف معناتها نتصور يخدم بالكدا في البريود اللي هو قاعد باش يحضر بها. يجيك اونترونور انت جوار باش تلعب كومبيتيسيون، يجيك لونترونور يقول لك حاجتي بيك وهكا وهكا بيان سور باش تكون عندك كونفي كبيره، كو تلعب 60 دقيقه ولا ميتون ولا حاجه. انا نتصور حسب الخبره نتاعي اللي لونترونور ملمان معناتها كو سوا ريزولتا باش يلعب 60 65 دقيقه البلالي، خاطر كان لا قدر الله يلعب اكثر ينجم. حتى البروجرام دو ريميز اون فورم تاع البلالي شفنا تصور اللي خرجت في الصيف معناتها سور بوا ديما كيك يوسف كي ياخذ راحه ياخذ راحه لحم توجع قبل ما يصحح مع المولدية الجزائر معناتها، وحط في قلبه نتاع لوبجيكتيف هو يكون حاضر في جانفي معناتها في كاس افريقيا. ديما كيك البلالي ديما هو بصفه عامه. انا قلت لك